السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم متابعينا في قناتكم المفضلة قناة مزمز كورة. تاني فيديوهاتنا مع بعض على القناة، ولكن الفيديو ده خلينا نخصصه لتحليل تشكيل المنتخب المصري أمام منتخب الراس الأخضر أو منتخب كاب فاردي بالمسمى الجديد. هنتكلم عن كل تفاصيل في تشكيل كابتن حسام حسن وكابتن ابراهيم حسن، كل تفصيله هنتكلم فيها، والناس اللي ما كانتش فاهمه التشكيل عامل ازاي هنشرح كل خبايا تشكيل التوأم الان. يعني كده طبعا في حراسه المرمى بدأ كابتن حسام حسن التشكيل محمد الشناوي. انا هقول لك ال 11 لاعب اللي كان المفروض نازل بيهم، لان الاغلبيه مننا ما كانش يعرف مراكز اللعيبه، لان هو تحس ان كابتن حسام حسن رمى ال 11 لاعب، رمى كل اوراقه وقال لك اللي عايز يلعب يلعب، مفيش مراكز محدده في اللعب. هنقول لك ال 11 لاعب وهرجع احطهم لك كلهم في مراكزهم، وكمان الخطط والتشكيلات اللي كانت مبهمه في المباراه. طبعا محمد الشناوي في حراسه المرمى اكيد مركزه مش هيتغير. ال10 لاعيبه التانيين محمد هاني، رامي ربيعه، محمد حمدي وحمدي فتحي، مروان عطيه، تريزيجيه، مرموش، زيزو، صلاح ومصطفى محمد طبعا راس حربه وده معروف مركزه. اما باقي اللعيبه كان مبهم مركزها من ناحيه ايه؟ من ناحيه ان انت بتلعب بمدافع واحد بس. يعني انت المفروض لو جيت تقسمهم 4-2-3-1 زي ما احنا متعودين في كل المباريات اللي بتتلعب، لو هتلعب 4-2-3-1 هتبص تلاقي ان انت عندك مركز في خط الدفاع مفقود، وهو واحد مثلا زي ياسر ابراهيم، واحد زي احمد حجازي، لاعب يكون مركزه خط الدفاع، ولكن ما تجيبش حمدي فتحي وتحطه في خط الدفاع. احنا قلنا خلاص، انا واحد من الناس قلنا خلاص يبقى كده كابتن حسام حسن ناوي يلعب بتشكيله 3-4-3. انا واحد من الناس قلت التشكيله دي تمام، ولكن برضو جالي نبذه كده ازاي هيلعب بثلاثه في خط الدفاع، منهم اثنين ظهيرين، ظهير ايمن وظهير ايسر. يعني كده هيلعب مدافع واحد بس. ما هو برضو حاجه ما تدخلش العقل لما يكون عندك احمد حجازي قاعد على الدكه وياسر ابراهيم قاعد على الدكه، وتيجي تلاعب حمدي فتحي اللي هو مركزه اصلا نص ملعب او مركز 6 في المستطيل الاخضر، تيجي تلعبه مكان الاثنين المدافعين. طب انت جايبهم ليه؟ انت جايبهم عشان تهينهم؟ تلعب واحد مكانهم، ما دي كده اهانه ليهم. تمام؟ طيب انا قلت 3-4-3 هيبقى محمد هاني ورامي ربيعه اللي كان متالق في المباراه، ومحمد حمدي اللي هو الباك الشمال بتاع بيراميدز. خط النص قلت هيلعب باثنين مركز 6 وحمدي فتحي بيلعبها كويس، هيبقى حمدي فتحي ومروان عطيه، واثنين بجوارهم هيمدوا او هيعملوا تغذيه لطول الملعب من الدفاع لحد الهجوم، هيغطي من وراهم محمد هاني ومحمد حمدي، ومن قدامهم محمد صلاح وعمر مرموش. وكان قصدي على زيزو وتريزيجيه، الاثنين هياخدوا الملعب بالطول رايح جاي طول المباراه. ده اللي كان المفروض يحصل. هو اي نعم كان هيكون فيها عواقب كبيره جدا جدا في المباراه، ان انت لو اتقطع منك كوره اللعيبه بتاعتك او النص الامامي كله ما بيدافعش، محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش، زيزو، تريزيجيه، 5 لعيبه بالتمام والكمال ما بيدافعوش. فانت بالتالي هتفقد نصف الفريق في الحالة الدفاعية، وهتكون هجمات خطيرة عليك جدا جدا. لكن سعادتك قررت تعمل الأغرب، وهو انك تلعب بالطريقة المعتادة 4-2-3-1، وتلعب بلاعب مركزه اصلا نص ملعب مش مركزه دفاع، حطه في مركز الدفاع اللي هو ازاي معرفش. ما انت عندك بره حجازي وعندك ياسر ابراهيم، جبتهم ليه؟ استدعيتهم ليه من فرقهم؟ ما هو برضه الاثنين دول مش لعيبه قليله، ده احسن 2 سردباكات في الكره المصريه، احمد حجازي حدث ولا حرج، وياسر ابراهيم. لو ما معكش حد في خط الدفاع كويس كنت تصر على استدعاء محمد عبد المنعم، لكن مش تجيب تستدعي 2 سردباكات وتلاعب مكانهم واحد من مركز نص الملعب. طبعا مع احترامي الكامل لحمدي فتحي، حمدي فتحي يسد في اي حته،
انت لو لعبت حمدي فتحي مهاجم هيسد، لو لعبته حارس مرمى هيسد. الاختلاف مش على حمدي فتحي، الاختلاف على الفكره نفسها. يعني ايه يكون عندك سيرد باك بره وتلاعب مكانه لاعب مش من مركزه اساسا؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، مشكلتك مع احمد حجازي. برضو المشكله اللي حصلت في المباراه النهارده، انت استبعدت احمد حجازي من المباراه. طب ليه؟ ما كانش ليها لازمه انك تجيبه. كمان بالنسبه لواحد زي عمر كمال عبد الواحد، هل في حد في الكره المصريه او حد في الاعلام الرياضي يختلف عن لاعب بحجم وبقيمه عمر كمال عبد الواحد؟ هتحتاجه في الجانب اليمين، هتحتاجه في الجانب الشمال، هتحتاجه كطرف، هتحتاجه في اي حته. راجل موجود، لاعب جوكر زيه زي حمدي فتحي. فالنهارده انت بتستدعي احمد عيد اللي هو تاريخه في الكره المصريه وتاريخه الدولي صفر يا كابتن حسام. تاريخ احمد عيد لاعب نادي المصري البورسعيدي ولاعب نادي الزمالك سابقا تاريخه صفر، سواء دوليا صفر سواء محليا صفر. فانت ليه كان عندك الاولويه تجيب عمر كمال عبد الواحد؟ عندك في لعيبه اتصابت، تجيب عمر كمال عبد الواحد. يعني عندك عمر مرموش ومصطفى محمد مش هيلعبوا، ما جبتش ليه عمر كمال عبد الواحد؟ هتستفاد بيه. لكن راح تجيب لي احمد عيد. هو عمل ايه احمد عيد؟ تاريخه ايه احمد عيد يا كابتن حسام؟ تاريخ احمد عيد ايه في الملعب علشان نقول ان هو يقدر يتواجد في المنتخب المصري الاول؟ احمد عيد ما عملش اي شيء يذكر، لا للمنتخب ولا للانديه اللي لعب ليها. طيب، كابتن حسام حسن بيكتب نهايته مع المنتخب المصري وتدريب المنتخب المصري، لان كابتن حسام بيمشيها صعوبات وتخليص حسابات مع الانديه. واخد محمد الشامي ليه؟ هو محمد الشامي عمل ايه برضه؟ هو يعني عايزين نفهم. اسامه فيصل اللي انت واخده في القايمه عمل ايه اسامه فيصل؟ ماذا فعل اسامه فيصل للمنتخب الاولمبي او في اولمبياد باريس علشان تاخده وتضمه للمنتخب؟ كان في غيره كتير جدا. واحد محترف بحجم محمد شريف، لاعب محترف صغير في السن بحجم بلال مظهر. مش احنا بندور على اللعيبه المحترفين يا جماعه؟ اهو جبت لك لعيبه محترفين بيحتكوا بالخارج على الاقل، مش لعيبه بتلعب في الدوري المصري ما بتعرفش تسجل هدف. طب ما خدتش ليه حسام اشرف مهاجم بلديه المحله؟ هو من هدافي الدوري المصري، يعتبر هو الهداف المصري للدوري اللي يحمل الجنسيه المصريه. فكابتن حسام عامل ازمه كبيره جدا في تدريب المنتخب المصري، وقلتها لك انت كده بتكتب نهايتك في تدريب المنتخب.